مساء السعادة والهنا على أحلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. النهاردة بقى جايبة لكم طاجن القراميط بالفريك اللي أنا وعدتكم بيه. أنا قلت لكم زي ما قلت لكم هنزله لكم أهو، بس كان لازم ينزل لوحده علشان الوقت بتاعه كان كبير شوية، فأنا قلت عشان الفيديو ما يبقاش طويل أكتر عليكم. طبعًا أنا مهما أحكي ومهما أوصف جمال الطاجن بتاعنا النهارده إيه، لأ ما ينفعش، لازم أنتِ اللي تجربي بنفسِك. الطريقة النهارده مبهرة، هتبهري الجميع بيها. يالّا بسرعة بقى عشان ما ناخدش وقت. معايا هنا أهو القراميط بعد ما غسلتها بالملح والليمون ومعلقة خل ودعكتهم كويس جدًا. باحطها بعد كده بادعكهم بمعلقة من الطحينة وباستنى 10 دقايق أو ربع ساعة وبعد كده باشطفهم. ودلوقتي هنتبلهم، طبعًا التتبيلة دي إحنا نزلناها في الفيديو اللي فات بتاع الفيديو اللي قبل ده على طول بتاع سفرة السمك. هتلاقي التتبيلة كاملة موجودة عندِك. باتبّل دلوقتي كويس جدًا، جدًا القرموط بتاعي. أنا ده كان قرموط، قرموط كان 3 كيلو، 3 إلا حاجة بسيطة. بس أنا الشرايح متقطّعة عالية شوية، كبيرة يعني. لإن كده أنا عاملة حسابي إن أنا هاعمله في الطاجن. المهم بعد ما باتبّله باسيبه يعني حوالي مثلًا نُص ساعة، وبعد كده بنحمّره عادي خالص، بتغلّفيه بالدقيق وبتحمّريه، ده العادي خالص اللي إحنا عارفينه. زي ما أنتِ شايفة معايا، بس بتحمّريه كويس أوي، يعني يعني وأنتِ بتحمّريه بالذات اللي هيتعمل طاجن، بتحمّريه تحمير كإنه كإنِّك هتحطيه على السفرة. فاهماني؟ تحمير. طبعًا هو ما بيبقاش مستوي أوي، لإن أنا كده دلوقتي معلية النار. أهم حاجة تكوني معلية النار. أنا كل اللي أنا عايزة مش لون بس، أنا عايزاه ياخد صدمة عشان لمّا يتحط في الطاجن ما يتهريش منِّك، لإن في كتير أوي قالوا لي: "يا رانيا طاجن القراميط بنيجي نطلّعه وإحنا في الأكل، وقت الأكل بنلاقيه مهري." فأنتِ علّي النار، لإن أنا مش عايزة، ما يهمنيش إن هو يستوي، كده هو هيدخل الفرن هيكمّل السوا جوّه. وباكمّل بقى التحمير بتاع القراميط اللي معايا، باخلّصها كلّها وأتأكد زي ما قُلت لِك لازم تكوني معليّة النار ويكون متحمّر كويس جدًا. بعد كده بنيجي بقى عشان نعمل الطاجن بتاعنا. باجيب حلة وباحط فيها شوية زيت، زيت بسيط لإن كده أنتِ محمّرة القراميط، وبانزل ببصل جوليان على قطع من الفلفل أحمر، أخضر براحتك، عايزة بقى التقطيعة اللي أنتِ عايزاها. جوليان ناعم، بس هو الجوليان أفضل يعني، اللي هو أمّا تبقي مقطعاه كبير كده يبقى أفضل. ورشة ملح وباستنى لمّا يدبل تمامًا. أنا ما باحبش إن أنا أحمّر البصل وكده عشان طبعًا ما يبقاش عامل حموّة على القلب والكلام ده. بانزل دلوقتي بالفريك بتاعي، باكون ناقعاه لمدة بمَيّة دافية، مش مَيّة من الحنفية، دافية، بس بانقعه لمدة ربع ساعة بس مش أكتر، لإن هو كده ني لسه. بانقعه وباصفّيه كويس أوي من مَيّته، وبانزل بقى دلوقتي الملح والفلفل، كزبرة، كمون، كبابة صيني. التتبيلة دي بجد هتفرق معاكِ كتير. وبتقلّبي كويس أوي. لو عندِك برضه ورق لورا حطّي، بيدّي طعم جميل جدًا برضه. بتقلّبي كويس جدًا زي ما أنتِ شايفة معايا. بعد كده بانزل بحوالي برضه 4 فصوص توم، باكون مقطّعاهم. شايفين أنا بانزل زي ما أنتم شايفين، ما دام شايفين في إيدي السكينة بانزل بالسكينة، يبقى أنتم يبقى أنا كده فارماه بالسكينة. وبعد كده بانزل بمكعبات من ال الطماطم، أو بس الأفضل تكوني شايلة القلب بتاعها، أو تكون مثلًا طماطم جامدة عندِك، مش شرط تشيلي القلب، تكون الطماطم بتاعتِك جامدة. يعني ممكن طماطمتين كده تقطّعيهم وتنزلي بيهم. وبعد كده باضبّط الملح بتاعي وبانزل بكوباية من عصير الطماطم. بعد كده باقلّب كويس جدًا. كل المكونات بتاعتنا دي كلّها عايزينها بقى تندمج مع بعض وتاخد غلوتين 3 كده، فاهماني؟ غلوتين 3 مع بعضيهم. وطبعًا قبل كده، قبل كل ده لازم تنزلي بكوباية أو بكبشة من، أنا كان عندي شوربة بصراحة، حطيت كبشة من الشوربة، كبشة واحدة بس،
يعني ما تكتريش، او كوبايه، هنقول كوبايه. اول ما يديني الغلوه اسيبها تغلي غلوتين. بصوا شايفين انا عايزه بقى، عايزاه يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين؟ طبعا ما تقوليش ان هو يتعجن ولا كده، لا لا مفيش الكلام ده خالص. بنجيب بقى الطاجن بتاعنا، وبنزل بقى بالايه، وبنزل بالفريك بتاعي. بعمل بقى رق حلو كده يعني شايف قيمته كده، رق كويس كده من الفريك زي ما انت شايفه. يعني ممكن احط نص كمان الطاجن. الكلام ده لو انت عندك الايه، القراميط مش كتير، لكن انا زي حالات انا كده انا وزعته على هو انا كنت عامله طاجن تاني بس ده راح لصاحب نصيبه يعني. فانا كان فاضل عندي لسه اللهم صل على النبي. الطاجن بتاعنا احنا بقى عملناه لوحده. خلي بالك انا والله لما باجي اعمل الاكله دي لازم تعملي منها اتنين، لازم. واحد لست الحبايب حبيبه قلبي، وواحد للبيت. بنزل دلوقتي بقطع القراميط اللي معايا، وبنزل عليها بالفريك بتاعي، وبنزل برضه بنفس الطريقه. انا معايا الطاجن بتاعي كبير، فانت ايه لو انت عندك الطاجن صغير يبقى تقسمي على 2 طاجن، لكن لو كمية ده الكلام ده لو كمية زي اللي عندي كده كبيرة. فانا كان الطاجن كبير فمش مستاهل ان انا اوزعه على 2. هو الطاجن اللي انا خرجته خلاص. نيجي هنا بقى بخلص خالص كل الكمية بنفس الطريقة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. خلي بالك من فوق ما تكتريش، يعني اخر حاجة ما تكتريش قوي. بس كده خلاص كده تمام قوي قوي قوي. نيجي بقى عندك مثلا شرايح من الفلفل، شرايح من الطماطم. انا كان عندي بقى، انا استكفيت بصراحة بالايه، بالقرون الشطة، عشان طبعا مين اللي هياكلهم في الاخر وهينهشهم في الاخر؟ انا طبعا، انا اللي هحشهم في الاخر بصراحة، مش هسيبهم. بروح جاية حاطة، كان عندي 3 زي ما انتم شايفين، بحطهم اهو زي ما انتم شايفين معايا. انا مش عارفة كنت مين محتارة ليه مع القرون الشطة، كانت عجباني قوي. مش عارفة والله، كنت عايزة اكلهم قبل ما يدخلوا الفرن. وبدخله الفرن وبيطلع معايا بالشكل الرهيب اللي انت شايفاه ده، ملوش حل. اقسم بالله العظيم مالي حل. والف الف هنا حبيبة رانيا، وبالهنا والشفا.